ما تركبش عدد زياده عندك في العربيه. وخلي بالك عشان في العيد لما كنت بتروح للعميل بتلاقيه طالب عربيه واثنين وثلاثه. يعني ايه الكلام ده؟ في بدايه الفيديو نادي اخواتنا في كل بقاع الارض ان ربنا ينصرهم ويثبتهم، ونرجع نشوف تاني على اخواتنا اسم فلسطين. من فضلك لا تكل ولا تمل بالدعاء لاخواتك، واذكر الله وصلي على النبي، وكمل معايا الفيديو الاخر عشان اقول لك على حاجات حلوه قوي. ورجعت لك تاني عشان اكلمك بالنسبه للناس اللي اشتغلت في العيد والناس اللي ما اشتغلتش في العيد. انا واحد من ضمن الناس اللي ما اشتغلتش في العيد. اشتغلت الوقفه، فضلت مطبق من الوقفه لحد اول يوم العيد الساعه 10 الصبح. بعد كده نزلت اول يوم العيد بالليل على الساعه 11، اشتغلت لحد الساعه 1. اشتغلت تاني يوم، نزلت تاني يوم اشتغلت تقريبا 3 ساعات، عملت 6 مشاوير ورجعت وما اشتغلتش تاني. ليه بقى ما اشتغلتش تاني؟ لان هو شغل العيد فيه فلوس بس كان في اوقات معينه، بس كان في زباين استغفر الله العظيم يا رب تقفل لك اليوم. يعني انا تاني يوم العيد ده انا قفلت اصلا من شغل العيد كله وما نزلتش تاني. ليه بقى؟ لان انا لما اروح لعميل والاقيه 8 واقف على الارض وعايز يركب معايا يقول لي اصل انا بركب كده، يبقى انا كده ما برعيش ربنا في شغلي وما بحافظش على عربيتي. اما اقول للعميل طب ما انت لسه مكلمني في التليفون، حضرتك ليه ما قلتليش ان انت عددك كذا كذا، انا وافق او ما اجي او ما اجيش، لكن ما امشيش مسافه وتقول لي اصل انا بركب كده. يقول لي لا انا هركب كده. قلت له لا والله انا اسف مش هركبك، اتفضل الغي. قال لي لا مش هلغي. قلت له تمام. فضلت واقف، هو المفروض كان طالع لي من حته غير الموقع بتاعه عشان ناخد الطريق على طول. ما هو فضلت واقف لقيته طلب عربيه تانية من تليفون تاني، وجات له عربيه موديل قديم يعني تقريبا 2004 2005 يعني، بس عربيه بص والله العظيم اجرك الله. المهم ما علينا، رزق الراجل يعني. جم وركبوا والراجل ما اعترضش وخدهم ومشي وانا واقف مستغرب. وهو بقى مفكر بقى اللي هو مقدرني بقى، هو مش عايز يلغي. انا قمت واخد بعض وراح للنقطه بتاعته، فضلت واقف قعدت السبع دقايق بتوعي، قمت مكنسل. وبعد ما كنسلت قمت داخل عامل فيه شكوى. هنا انا بسايف نفسي، بامن نفسي. ما تديش للعميل فرصه ان هو يعمل فيك شكوى، لان العملاء عندهم اغلبيتهم مرضى نفسيين يعني، ما تفهمش ليه. الشغل في العيد كان بيبتدي من الساعه 9 بالليل، كنت تلاقي الدب طخ بوم بص ما اقولكش. كان يعني اللي اشتغل الفتره دي كان ربنا رزقه وربنا كرمه. في نفس اليوم برضو تاني يوم جالي ريكوست، رحت للعميل في حته اسمها الجزيره في عند الساقيه كده. المهم حواري اجرك الله اجرك الله. ماما بقى لما دخلت للعميل وقفت، انا شايف العميل واقف على الارض، واقفين مستنيين واقفين. انا يا دوب ركنت وهم ورايا، قلت هيجوا يركبوا. ماما فضلوا ايه، مفيش، ما كملتش نص دقيقه لقيت عربيه تانية جايه نيسان، ودول بيفتحوا وبيركبوا. اتصل يا فندم حضرتك انا وصلت، حضرتك فين؟ ايه انت بتقول ايه؟ بنات بقى فاهم انت بتقول ايه؟ قامت قافله السكه في وشي. هو ايه الناس المرضى دي؟ يعني ايه القرف ده؟ قفلت. عارف يعني قفل؟ انا يومي كده اتقفل. ده كان تاني مشوار ليا اتقفل. اول مشوار ما خدتوش، تاني مشوار نفس الكلام. كنت نازل الساعه 7، اقسم بالله من 7 ل 9 كنت في المشوارين دول بس. كنت قفلت بقى من الساعه 9 ابتديت اخد مشاوير لان انا قفلت خالص. هم قفلوني حرفيا. يعني اخش لك حواري والدنيا مكسره. ما دام انت، يعني انا مش عايز اشتم، ما دام انت طالبه ميتين امي كذا عربيه وحد قبل ريكوست، طب ما تكنسلي التاني. ايه يعني انا ما عنديش مشكله ان تطلبي على جميع البرامج، حقك. كنسلي بقى. حد قبل، انا كاوبر قبلت، كنسلي الباقي. دي قبل، كنسلي الباقي. ان درايفر قبل، كنسلي الباقي. ليه تجيبي الناس؟ ليه تمشي اسطول عربيات عشانك انت يا معفنه يا اللي ساكنه في حاره؟ يعني تدخليني حواري وتدخلي 3 4 عربيات عشان اللي يجي لك الاول وانا اللي رايح الاول. بتختاري، انت بتختاري العربيات، انت بتختاري العربيات يا معفنه. يعني حاجه بصراحه في منتهى القذاره ومنتهى القرف بجد. يعني قفلت الواحد في شغل العيد خالص. من تالت يوم العيد لرابع يوم العيد انا ما اشتغلتش، ما نزلتش. ليه بقى؟ لان هنزل بقى لا قرف بقى، بنات بقى صغيره وشباب واللي يطلب ده واللي مش عارف ايه ما نزلتش الصراحه. النهارده اهو التلات، لسه نازل الساعه دلوقتي داخله على 7 اهو نازل. فانا الحمد لله يعني اول يوم بالوقفه انا ربنا كرمني، فانا ما فرقش معايا اليومين دول. يعني كان فيهم شغل بس ما فرقتش معايا كتير يعني. اللي ما اشتغلش الايام ديت وكان قاعد مثلا كان واخد ال4 ايام اجازه وانت بتشتغل اوبر بس، فاوبر بتقول لك انا هعوضك، انزل بكره الاربع وليك بونص 570 جنيه. 570 جنيه 450 على 14 مشوار و120 على 3 مشاوير.
فده حلو، ممكن تنزل تعوض بكره. و يعني انا شايف ده يعني اقوى بونص نزل في الاسبوع دوت، او بونص يومي نزل لان الايام اللي فاتت كانت 110 220، كان بونص تعبان قوي. يعني النهارده مثلا التلات بونص تقريبا 200 وحاجه، مش قوي. اقوى بونص اللي هو بتاع الاربع بكره. فانزل اشتغل، حتى لو هتشتغل على البونص هتعمل لك ال 14 مشوار ب 450 جنيه على شغلك، حلو جدا. حلو جدا. رساله بقى للكباتن اللي بتركب اعداد زياده، يا كابتن بالله عليك بلاش. انا عارف ان هي مش عربيتك، وعارف ان انت مأجرها، وعارف ان انت هالكها ومطلع ميتين اهلها، بس ما تجيش علينا. انت ما تجيش علينا، لان انا بروح للعميل يقول لي ليه ما انا بركب كده، فانت اللي بتخلي العميل يتشرط علينا. انت لو انا بعت الاوبر، اوبر قالت لي انت عندك حق، العربيه اخرها اربعه، انت عربيتك مش عارف، في حاجه في اوبر كده، فيها علي، فيها تانية في اوبر بتاخد اعداد، قالت لي انت عربيتك مش مؤهله ان انت تشيل العدد ده. فانا كده كده انا مأمن نفسي ومسايف نفسي، بس رساله ليك من فضلك، اتقي الله في نفسك شويه، حافظ على عربيتك. قطع الغيار دلوقتي مش رخيصه، والمصنعيه مش رخيصه. مش عشان مشوار، انت كده كده في عيد، يعني لو انت ما خدتش المشوار ده هيجي لك 50,000 مشوار بريت، فحافظ على عربيتك. ما دام وصلت لحد هنا، اذكر الله وصلي على النبي، واعمل لايك واشتراك في القناه. سلام.